السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناة طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله نتكلم على الماعز البلدي والماعز البور. طبعا احنا عارفين ان الماعز البور من افضل سلالات على مستوى العالم، وعارفين طبعا الماعز البلدي حاليا دلوقتي في اللي احنا عايشينه من اقل سلالات في العالم. تمام. طبعا لما نقول من اقل السلالات يعني من اقل السلالات في اللحم، من اقل السلالات في الانتاج، من اقل السلالات في اللبن. فهي طبعا السلاله عشان احنا ما اهتمناش بيها فاتدهورت معانا خالص. طيب يا عم احمد نعمل ايه طيب عشان نرفع معانا السلاله دي؟ السلاله دي لو اديناها مع البور هنحسن من البلدي بنسبه عاليه جدا. يعني بمعنى اصح البلدي عرفنا ان هو سلاله قليله، وعرفنا ان البور اعلى سلاله في العالم. طيب لما ندخل البلدي على البور ده هيحسن من البلدي، طبعا هيحسن وهنجيب جيل اول وتاني وتالت ورابع من البلدي، وان شاء الله هيبقى سلاله حلوه. طيب عشان نعمل الكلام ده لازم ننقي ام حلوه، الام يكون عظمها عريض شويه، سرحه، اللبن بتاعها حلو، يعني مش اللبن بتاعها واقع خالص، لا بتحلب لبن برضو حلو للصغيرين. ده هيفرق معايا جامد مع التهجين اللي بعمله او تحسين السلاله. يبقى انت عايز تهجن بلدي مع بور، هات نتايه سرحه، نتايه حلوه، ما تجيبش نتايه واقعه خالص، لا نتايه تكون قريبه من الزرايب شويه. هي بلدي وكل حاجه بس تكون قريبه من الزرايب شويه، ده هيفرق معاك جامد قوي. يبقى احنا كده بالصلاه على النبي هنحسن السلاله بتاعتنا اللي هي البلدي، اللي هي تقريبا عامله 2000 2000 ونص 3. تمام. مع جيل جيبور عامل 70000 او 80000. فمن هنا هقدر احسن السلاله جيل اول وجيل تاني وجيل تالت. ده هيفرق معايا وهيعلي معايا السلاله البلدي. يعني بمعنى اصح هنشغل البلدي مع البور، يشتغل يشتغل مفيش اي مشاكل، وان شاء الله يجيب معايا انتاج حلو، يجيب معايا حاجات حلوه. ممكن يكون الجيل الاول يطلع وحش نعديه، الجيل الثاني يطلع برده مش قد كده، برده نعديه، هيبتدي يتحسن معايا من الجيل الثالث والرابع والخامس. ان شاء الله همسك سلاله حلوه، هيبقى فيها لبن كتير، هيبقى فيها تحويل لحم كتير، مناعه هتعلى ان شاء الله، هيبقى حاجه محترمه. يبقى هنهجن البلدي مع البور باذن الله، هنشوف الانتاج معانا الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي اللي هو البلدي مع البور باذن الله. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، لاول مره بتتابعنا ما تنساش تشترك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.